عندك تكيس مبيض لازم تخسي. يا ترى سمعتي الكلمة دي من كام دكتور قبل كده؟ أنا دكتورة سارة إبراهيم البنا، استشاري أمراض النساء والتوليد. هكلمك النهاردة عن متلازمة تكيس المبيض. متلازمة تكيس المبيض هو اضطراب هرموني بيحصل لما البويضات بتتجمع على سطح المبيض. ده اللي بيخلي الدورة الشهرية غير منتظمة، ده غير ارتفاع هرمون الذكورة اللي بيؤدي إلى زيادة الشعر ونموه في أماكن غير مرغوب فيها وغير معتادة بالنسبة للسيدات زي الدقن، وممكن المشاكل توصل إلى تأخر الإنجاب. من أكتر الأعراض اللي السيدات بتبقى بتعاني منها هي زيادة غير مبررة في الوزن وصعوبة في خسارة الوزن، ده لأن تكيس المبيض بيكون معاه مقاومة أنسولين، وبالتالي بيؤدي إلى زيادة إفراز هرمون الأنسولين، وبالتالي شهيتك مفتوحة، فده بيخلي خسارتك للوزن بتبقى صعبة. بتروحي للدكتور يقولك لو عايزة تتعالجي لازم تخسي، وبالتالي تفضلي في نفس الدايرة المغلقة ومش عارفة تخرجي منها. طب إيه الحل؟ عشان تتجنبي كل ده مهم جدا تكشفي بدري وتتابعي مع دكتور متخصص عشان يعمل خطة العلاج المناسبة لحالتك. لو حسيتي بأي أعراض تعالي تابعي معانا وزورينا في عيادات أندلسية.